جماهير نادي الرجاء الرياضي بصفة خاصة والرأي العام بصفة عامة. فيديو اليوم هو فيديو توضيحي فيما يخص ما تم الترويج إليه في وسائل الإعلام من تضليل ومن مغالطات. كان يجب على أنني نوضع على حد ونفسرها كذلك للرأي العام. الهدف منها فقط تشويه الصورة ديالي أمام الجماهير، مع العلم أن الجماهير نادي الرجاء الرياضي كتعرف شكون هو محمد بودريقة والنتائج اللي قدمت والدعم الكبير اللي قدمت نادي الرجاء الرياضي. وبالتالي اليوم أجد نفسي ماشي كندافع على نفسي، ولكن كنوضح للناس أو الجماهير نادي الرجاء الرياضي هذه الأمور. اليوم كنتكلم في هذا الفيديو خصوصا باش نوضح الأمور التي تم الترويج إليها، ماشي كرد على المقال اللي تحط في المساء، ولكن على الناس اللي عطاو هذوك المعلومات لجريدة المساء اللي كان فيها عدة مغالطات وعدة أمور اللي غير صحيحة. اليوم كنتكلم ماشي كندافع على نفسي، ولكن كنوضح وكنبين للناس الطريقة ديال التسيير في نادي الرجاء الرياضي في 4 سنوات. فيما يخص الهدف من هذا الشيء كان هو الإساءة إلي كشخص والتشويش على نادي الرجاء الرياضي. وفي سياق هذا التوضيح قبل ما نبداو في التفاصيل، الناس اللي خصها تعرف بان نادي الرجاء الرياضي فاش كنا كنشتغلوا فيه هذا اللي كتشوفوا الان امامكم، اللي هو البلان كونطابل ديال الجمعيات، اللي هو ضمن القانون ديال 99/01 اللي كيتكلم على الموارد ديال الجمعيات والمداخل ديالهم، ومن بينهم الحساب الجاري. وغادي تشوفوا كما كتشوفوا الان في الماده 455 اللي كتكلم على واحد الماده سميتها الحساب الجاري. شنو هو الحساب الجاري؟ الحساب الجاري هو المسيرين ديال الجمعيات ملي كيدخلوا موارد ماليه للجمعيات سواء كسلف او كهبه. وبالتالي هذا هو النظام اللي كنا كنشتغلوا فيه. اذا في نادي الرجاء الرياضي في 2012 تنشأ له هذا الحساب الجاري. علاش؟ لان نادي الرجاء الرياضي كان كيمر بأزمة خانقة، ولما توليت للرئاسة ديالي كان الفريق عنده عجز كبير، وكان ضروري على أننا نجلبوا شركات اللي هما تابعين ليا على أنهم يدخلوا أموال نادي الرجاء الرياضي عند الحاجة. وتأكيدا لما سبق غادي نمشيو الآن كما كتشوفوا البلان كونطابل المعد من طرف الجامعة الملكية المغربية المصادق عليه هذه الأيام هذه، اللي تأكد بأن الطريقة اللي كنا كنشتغلوا بها في نادي الرجاء الرياضي قبل فهي طريقة صحيحة وكاملة وقانونيا. إذا غنمشيو لهذه المادة كما كتشوفوا اللي هي المادة 4461 كما كتشوفوا الآن، اللي كتكلم على الكونت كورون دي ديريجون، اللي كيقول أنتم كتشوفوا بأن المكتب المسير بعد ما كيدخل الموارد المالية للنادي كيستخلصها كقروض، كيستخلصها من النادي بطريقة اللي هي طريقة قانونية وبنفس الطريقة. وفي هذا الإطار في ظل غياب سيولة كافية لا للتعاقدات وللتربصات ولأشياء أخرى، قامت الشركات أو المذكورة في وسائل الإعلام وكذلك محمد بودريقة كشخص على منح نادي الرجاء الرياضي قروض، وضعناها تحت إشارة نادي الرجاء الرياضي باش نقوم بهذه العمليات هذه، واللي تمت بالفعل وتمت وفق الضوابط القانونية اللي خصها تكون بها وجاري بها العمل. وغادي نبداو كمثال اللي هي بالنسبه للشيكات المسربه، لان كاينين شيكات اخرين، راه ما كاينش غير شيكات اخرى، ولكن كل شيك كاين المقابل ديالو. غنتكلموا مثلا على الشيك رقم 1 اللي هو كيقول 550 ألف درهم لفائده شركه شاغل ليغال. هذا الشيك هذا ها هو كتشوفوا فيه، ولكن المقابل ديالو ها هو كذلك كتشوفوا فيه نفس الشخص، هي كتشوفوا نفس الشركه اللي عطات 550 ألف درهم، وكتشوفوا اللي تستافد منه هو باصور إسماعيل. غادي نمشيو للمثال الثاني اللي هو 500 ألف درهم كما كتشوفوا، اللي هو المسحوبة هي سوسيتي شركة شارل ليغال. إذا مشينا لشارل ليغال لما عطاتو ها هو كذلك 500 ألف درهم تعطى لايسيس ها الشركة وها هي المعطات. إذا مشينا للمثال رقم 3
اللي هو كيتكلم على 450 ألف درهم. 450 ألف درهم اللي تعطى لشركة وايت ساند. وبالتالي المقابل ها هو، هاد شركة وايت ساند تعطاتو يو اس تي. شركة يو اس تي بالمناسبة اللي هي اللي كانت دارت واحد الصفقة ودخل من موراها نادي الرجاء الرياضي واحد المبلغ مالي معين وتخلصت. هادي كتدخل في إطار الديون القديمة اللي كانت في 2012. غادي نمشيو للشيك رقم 3 ولا 4 اللي هو كيتكلم على 600 ألف درهم. ها هو قدامكم الآن. هاد 600 ألف درهم ها هي نفس الشركة المذكورة اللي عطات هاد المبلغ للمحسن ياجور كما كتشوفوا الآن. غنمشيو للمثال رقم 4 كيتكلم على 240 ألف درهم. ها هي اللي يتكلم على الشركة كذلك وايت ساند كما كتشوفوا الآن. 240 ألف درهم تعطات ها هو موقع توقيع ديال لاكيوزي وموقع امتى توصل بالشاك اللي هو وكيل اللاعبين. غادي نمشيو لمثال آخر اللي هو كيتكلم على 400 ألف درهم كما كتشوفوا. هاد 400 ألف درهم اللي تعطى لبودريقة محمد. ها هو الآن كما كتشوفوا بودريقة محمد لما عطاه الرشيد سليماني. ها هو كتشوفوا في الآن. وبالتالي هادو كما تكلمنا حنا إلا تكلمنا على هاد الشيكات اللي تم التسريب ديالهم، كاينين هناك شركات آخرين شيكات أخرين اللي كاينين ديجا خارجين واللي هما كذلك كيدوزو على الحساب المالي ديال نادي الرجاء الرياضي وكذلك الحساب الجاري. وكيبقى كيبقى الشيك الأخير اللي كان في الجريدة اللي هو 200 مليون اللي هو مشى عن طريق تحويل بنكي مباشرة لنادي الرجاء الرياضي وذلك من أجل تسديد مستحقات على النادي وتم استرجاع الأموال. كما لاحظتوا فهو جميع المبالغ اللي دخلات نادي الرجاء الرياضي كيف ما دخلات كيف ما خرجات بنفس الرقم. وهنا كيبين بأن الطريقة اللي كنا كنشتغلوا بها فهي طريقة اللي هي طريقة شفافة وواضحة. من بين أهم الأمور اللي كان خاص ضروري التوضيح فيها هي المسألة ديال الحساب ديال رجاء إيكول. الناس اللي خاصها تعرف بأن جميع المنح اللي كتدخل لا ديال الجامعة ولا ديال المستشهرين ولا ديال المنح العادية ولا أي حاجة فهي كتدخل لداك الحساب. مسألة إيكول فهي فقط مسألة ديال الاسم فقط. أما حنا في نادي الرجاء الرياضي هذاك الحساب اللي يدخلوا فيه المنحة فهي اللي خاصكم تعرفوا بأن جميع المنح كما قلت جميع المنح كانت تدخل هذا الحساب وتعطات هذه المعلومة فقط واش للتضليل واش لأشياء أخرى. ولكن الخبر اللي نقدروا نكدوه وتقدروا تشوفوه داروا الفيديو ديال نادي الرجاء الرياضي ولا حتى اللاعبين لا السنة منذ 2012 وحنا كنستعملوا هذاك الحساب لجميع المعاملات ديالنا الخاصة بالجمعية وليس فقط لمنحة كأس العالم. المسألة ما قبل الأخيرة اللي كنبغي نتكلم عليها وهي في الحقيقة مسألة مضحكة ولكن خصنا ضروري نوضحوها، هي المسألة ديال محمد فاخر. محمد فاخر مشكور بعد ما تم توقيع العقد لفسخ العقد بيننا وبين نادي الرجاء الرياضي اللي هو كان فسخ بالتراضي، وبعد ما تم الاتفاق على جميع الأمور الخاصة بفسخ العقد من بين المستحقات ديال السي محمد الفاخر. توصل محمد فاخر آنذاك بعد توقيع العقد بالشيكات المذكورة. محمد فاخر مشكور ما استخلص الشيكات حتى كانت السيولة الكافية في نادي الرجاء الرياضي، وكنظن بأن كاين عقد في الموضوع ولا شيء هنا كيحتاج أننا نزيدو نبرو فيه أكثر. وفي هذا الإطار هذا هاد الناس اللي كيتكلموا على هاد الشيكات هادو علاش ما تكلموش على المنحة اللي قدمت نادي الرجاء الرياضي اللي في نفس الموسم كهبة 500 مليون وفي الموسم الموالي 700 مليون. هذه كهبة وليست كقروض ومثبتة في التقارير المالية، وحتى الكوميسيون كونت حتى هو وثقها في التقارير المالية وحتى المنخرطين صادقوا عليها ومبينة. وكنعطيكم نموذج من هاد 500 مليون اللي كنتكلموا عليها، هيا كتشوفوا فيها الآن وكتشوفوا المبلغ اللي تعطى وموثقة في التقارير. ومسألة أخيرة اللي نبغي نتكلم فيها
هو أن هاد الناس اللي سربوا هاد المعلومات للجريدة فكان الهدف ديالهم فقط التضليل، بعد ما أنهم لجؤوا للقضاء. وهاد الوثائق اللي تكلموا فيها وهاد المنح ديال كأس العالم طرقوا ليها في مقالات، المحامي ديالهم تكلم لها في مقالات وتكلم على هاد الأشياء، والحمد لله القضاء قال الكلمة ديالو المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة. كنبغي نأكد اليوم أن القضاء قال الكلمة ديالو المرة الرابعة فيما يخص هذا الشأن. وبالتالي هاد الناس عرفوا بأن المسألة بالنسبة للقضاء أو بالنسبة للمساطر القانونية فهي مساطر اللي تم الاحترام ديالها وكانت قانونية. الآن كيلجؤوا للإعلام، أولا لتشويه الصورة ديالي، ثانيا لخلق الفتنة، وثالثا أظن للشهرة والاستهلاك الإعلامي. وكنقول لهاد الناس أو هاد المضللين خليونا في القضاء ونبعدوا عن الإعلام، لأنه فقط كيشوه الصورة ديال نادي الرجاء الرياضي. إذا شي واحد عنده شي إشكال وعنده شي مشكل فالقضاء راه القضاء كاين، وحنا عندنا الثقة الكاملة في القضاء، واللي تبين شي حاجة ولا كانت شي حاجة، وأظن بأنه هو الفصل بيننا وبين